أقول إلى أحد من يعتبر نفسه مفكرا ويدافع عن الحريات العامة ويطبل عبر الإعلام ويقول أنني أتيت لأدافع عن اللغة والهوية الأمازيغية، ذاك الشخص الذي لا يعرف يمينه من شماله والذي ارتمى في أول فرصة أتيحت له المسمى أو الذراع الأيمن الأمازيغي لحزب البام عصيد. عصيد هذا صار كركوزا في يد الدولة المخزنية. عصيب ركب على الهوية الأمازيغية فقال كل من قال الله ورسوله يهاجمه، مع العلم أنه يدعي أنه مفكر. خسئ المفكرون أمثالك، وخسئ من باع ديفيا وماسينيسا ويغورتن وباع أجداده بمقابل أن يرضى أو لمجرد أن ينظر إلى أسياده في الوجه. تواجدك في المعهد الملكي لما يسمى المعهد الملكي دليل على أنك صرت قزميا في نظر من يدافعون فعلا عن الهوية الأمازيغية. وللإشارة فلما أتى الدين لم يحرم الهوية الأمازيغية، بل قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي وعجمي، ولكن عصيد لما يريد أن يتكلم بدين جاء من رحم المخزن فيهاجم كل من قال الله ورسوله. فقال لما تستعملون في خطاباتكم مصطلحات دينية؟ مع العلم عصيد كنت من الأوائل عندما يهاجم من طرف أحد البيادق الفزازي تضامنا معه، ولكن لي لك عودة إن شاء الله